محمد الفايد، حكاية النهاردة مش زي أي حكاية سمعتوها لنجاح وسعود شخص. الحكاية دي من كتر ما هي كانت غريبة ومثيرة، نتفليكس عملت عنها مسلسل، والشخص ده كان سبب كبير جدا في نهضة الإمارات اللي هي قدامكم حاليا دي، وكان مقرب جدا للملكة إليزابيث، وعمل ضجة كبيرة في انجلترا، وكمان كان على علاقة بأكبر تاجر سلاح. وموت الأميرة ديانا كان أكتر خبر مغرق الصحف في سنة 1997، وقالوا إن أهلها هم اللي عملوا فيها كده وبسبب واحد مصري. وهنا بقى في سؤال، ازاي واحد ما كانش عنده ولا اي حاجة، ولا هو ولا اهله، وبقى من اكبر رجال الاعمال؟ هل بقى كل ده بالحلال ولا مش بالحلال قوي؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وندخل في الموضوع، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نشوف ايه الحكاية. اسمه محمد عبد المنعم فايد، مواليد 27 يناير 1929. اتولد في اسكندريه في منطقه راس التين. ابوه كان مدرس لغه عربيه، وعيلته حالتها الماديه ما كانتش احسن حاجه خالص. اتعلم طبعا في مدرسه حكوميه، وكان بيشتغل من صغره. وفي فتره اشتغل محمد الفايد عتال في ميناء اسكندريه، وكان في واحد في سنه بس كان عكسه تماما. والشخص ده كان من طبقه زي سكان ايجيبت حاليا كده، ودرس في مدرسة فيكتوريا كوليدج، وكان زميله فيها على فكرة حسين بن طلال ملك الأردن. والولد ده يبقى عدنان خاشقجي، وأبوه محمد خاشقجي الدكتور الشخصي للملك عبد العزيز آل سعود. خلينا نقول على عدنان خاشقجي عدنان بس عشان الاسم بيبقى صعب علينا. عدنان بقى ده هو من صغره شاطر جدا في البيزنس. يعني مثلا مر بواحد صاحبه في المدرسة ليبي كان عاوز يستورد فوط، وهو كان يعرف واحد تاني ابوه عنده مصنع فوط، راح معرف الاتنين على بعض وعمل ديل واخد عمولة $1000. لسه صغير كده وعمل عمولة $1000. ونرجع بقى لمحمد الفايد. زي ما قلنا طبعا ان هو كان شغال في ميناء اسكندرية، وده طبعا احسن مكان تتعلم فيه التجارة، وده اللي خلى محمد الفايد مميز جدا في التجارة، بس الفرصة ما كانتش لسه جاتله. ومصر في الوقت ده كانت لسه تحت سيطرة الاحتلال الانجليزي، بس دي كانت حلقة وصل بينه وبين عدنان خاشقجي. هتقولي طب ازاي يا حسن؟ هقولك انا ازاي دلوقتي. عدنان بعد صفقة الفوط دي بدأ ان هو يكمل في موضوع الوساطة مقابل الفلوس، فبدأ بقى ان هو يتوسط بين تجار السلاح عشان يدخل سلاح للمقاومة ويجيب لهم سلاح. واسم عيلة عدنان في الوقت ده كانت بتسهل له الدخول لمعظم الاماكن، بس طبعا كان لازم يبقى محتاج حد في المينا عشان يدخل السلاح بكل سهولة. وكان قدر محمد الفايد ان هو يشتغل مع عدنان في السلاح في الوقت ده، وده كان سبب معرفتهم ببعض. وعلى فكرة محمد الفايد اتجوز سميرة خاشقجي سنة 1954. بس في هنا سؤال مهم، ازاي الاتنين يتجوزوا برغم اختلاف الطبقات، وهي تعليم عالي وهو تعليم متوسط، وهي من طبقة وهو من طبقة؟ مش هيبقى في بينهم كيمياء خالص. وخصوصا طبعا لانها كانت متجوزة من مصطفى امين، وده كان مؤسس جريدة اخبار اليوم، وكان على قدر عالي جدا من العلم. ازاي بقى تقدر تعيش مع واحد ما كملش تعليمه اصلا؟ الاغلب قالوا ان دي جوازه مصلحه عشان التعاملات اللي بين عدنان ومحمد الفايد محدش يشك فيها، وحد يقول ده بيتعاملوا كتير قوي مع بعض، وخصوصا ان هو شغال في المينا، وده معروف عنه ان هو تاجر سلاح. وعلى فكره اتجوزوا سنتين بس وانفصلوا، بس في السنتين دول خلفوا عماد الفايد، وده كان على علاقه بالاميره ديانا، وهنجيب الاتنين دول دلوقتي بس قدام شويه ما تقلقوش. وعدنان على فكره كان شخصيته رهيبه جدا، وثروته وصلت في السبعينات ل$40 مليار، وكل ثروته دي طبعا زي ما انتم عارفين من تجاره السلاح، وفي منها الرسمي وفي منها الغير الرسمي. وعدنان كان بيعتمد على محمد الفايد في حاجات كتير جدا، وكان بيثق فيه جدا، بس الكلام ده طبعا بعد عمليات كتيره ناجحه عشان ياخد الثقه دي. وكل ده طبعا كانت فرصه للفايد ما تتعوضش، وعمل فلوس كتيره جدا. ما كانش متعلم بس كان ذكي قوي. نرجع بقى للفايد وموضوعنا. الفايد فتح شركة نقل بضائع في مصر، وبعد فترة نقلها من مصر لإيطاليا، ونقل هو كمان إيطاليا عشان يعيش هناك. والكلام ده كانت سنة 1958، وعمل أكتر من بيزنس على فكرة في إيطاليا، وقعد هناك 6 سنين. وبعدين عدنان خلاه يروح دولة صغيرة كده في جنوب شرق آسيا، وهي سلطنة بروناي، ومن اغنى طبعا دول العالم واغنى دولة اسلامية. وتقريبا كان رايح عشان يخلص شغل بين عدنان والسلطان حسن، بس الاهم ان السلطان حسن شاف ان محمد الفايد رجل اعمال كويس جدا وبيفهم بيزنس قوي، والسلطان حسن خلاه من المستشارين بتوعه اللي هم بيستثمروا في فلوسه. وقدر فعلا الفايد ان هو يزود ثروة السلطان حسن، ويزودها جامد قوي كمان. وده خلى محمد الفايد ان هو يبقى شكله جامد قدام العالم كله، وخصوصا ان ده اول مرة يتعامل مع حاكم مباشرة. ولما الفايد عمل نجاح كبير في سلطنة بروناي، راح طلع على الامارات وقابل حاكم امارة دبي، وهو الشيخ راشد ابن سعيد آل مكتوم، ووثق في الفايد ووافق على اقتراحاته جدا. واقتراحاته كانت اهم حاجة يعملها
هو ميناء بحري عشان يحولها من مجرد بلد صغيرة معتمدة على البترول لواحدة من أكبر المراكز التجارية موجودة في العالم كله. وكان الشيخ راشد ومحمد الفايد كانوا نفس وجهة نظرهم ان هم يخلوا دبي على اعلى طراز معماري في العالم كله ويخلي العالم يسمع عنها. والفايد بقى قريب من الشيخ راشد والعيله الحاكمه في دبي. وكمان الفايد حل مشكله كبيره للشيخ راشد، وهي انه يتوسط لشركات البترول انها تيجي وتستثمر فلوسها في دبي. والفايد قدر يقنع شركات البترول انها تيجي، وقدر انه يجيب مستثمرين انجليزيين عشان ينفذ المشاريع اللي اتفقوا عليها. وبعد مشاريع دبي دي كلها اخيرا راح يعيش في بريطانيا، ودي الدوله اللي صيته فيها وصل فوق مما تتخيل. وبرضه هي نفس الدولة اللي كسرته ومرضتش تديله الجنسية. والفايد اتعود ان هو يبقى حتة تقيلة في اي بلد يروحها، وكمان يبقى ليه علاقات مع اكتر ناس في البلد مهمة زي الملوك والحكام. بس المرة دي الموضوع كان صعب شوية لان بريطانيا كانت قوة عظمى جدا. فايد اول ما قرر ان هو يستقر هناك، اول حاجة عملها وفكر فيها ان هو يشتري فندق الريدز، وفي منه فرع في القاهرة هنا. وكانت نقطة ضعف الملكة اليزابيث جمع له التحف والحاجات النادرة، وما يهمهاش الطريقة اللي هتاخدها بيها او هتاخدها ازاي، المهم ان هي تاخدها. واستغل الفايد النقطة دي، وبعد ما اشترى الفندق بعت للملكة اليزابيث ان هي تقدر تاخد اللي هي عايزاه من الفندق وتعتبره ان هي هدية وعربون صداقة. ودي كانت اول خطته عشان يبقى ليه نفوذ في بريطانيا. مش سهلة برضه دماغ المصريين دي. وتاني خطوة عملها اشترى مجموعة محلات هاوس اوف فريسر، ومن ضمنهم محل الملكة نفسها كانت بتشتري منه لبسها. وبعدها حاول في نص التسعينات انه يشتري جورنال توداي الانجليزي. بعدها حب يشتري محطة اخبار لندن على الراديو، والبس الحكومة مرضتش. ومن هنا بدأت الحرب الاعلامية على الفايد، اللي هو يا عم انت عاوز تحتل البلد ولا ايه؟ واللي اشتراها بدل الفايد واحد يهودي، وقعد يهاجم في الفايد وقتها. والدنيا كانت تمام التمام وسمنة على العسل، لحد ما حصلت المفاجأة اللي خلت بريطانيا يتهز عرشها والعالم كله يتكلم عنها، وهي موت الأميرة ديانا. والأميرة ديانا ماتت في حادثة عربية في نفق في باريس. والمفاجأة بقى اللي كان معاها مين؟ عماد الفايد ابن محمد الفايد. وده كان بسبب ان محمد الفايد ما كانش عارف حدوده كويس، وان الكبير فيه الاكبر منه. في سنة 1994 الامير تشارلز اللي هو ملك بريطانيا حاليا صرح وقال ان هو كان بيخون الاميرة ديانا وهي عرفت، وحاولت ان هي تخليه يبطل خيانته ليها، بس فشلت. وفي الاخر الاتنين اتطلقوا. ومحمد الفايد وابنه شاف انه دي فرصة ما تتعوضش، وفعلا عماد والاميرة ديانا اتصاحبوا. بس الصحوبية دي ما كانتش صحوبية عادية، عشان ارتبطوا وكان في بينهم علاقة. والاعلام اللطيف طبعا ما سابهمش، وكان طلع لهم في كل مكان. والكلام ده طبعا ما كانش عاجب الملكة اليزابيث خالص، لان سمعة العيلة بتضيع. كان راكب عماد الفايد مع الاميرة ديانا وقت الحادثة، والاتنين ماتوا مع بعض في النفق. ومحمد الفايد بقى بيرفع قضية على اللي رايح واللي جاي، وعلى المخابرات الفرنسية والموساد الاسرائيلي والعيلة المالكة، واي حد كان قدامه حرفيا يعني. وقال ان الموساد الاسرائيلي اكيد ليه يد في اللي حصل ده. بس بريطانيا ردت بكل برود وقالت لهم التحقيقات قدامكم اهي ونتائجها قدامكم. واكتر سيناريو اتقال وقتها ان الملكه اليزابيث هي اللي كانت مخططه لكده، لان ما ينفعش الاميره ديانا اللي هي اميره ويلز تبقى حامل في عيل من اصل عربي ومسلم كمان، لان ده كان هيشقلب موازين الحكم في بريطانيا. فقررت ان هي تريح دماغها خالص وتخلص عليها. وفات كل ده ما وصلش لحاجه، وقعد زعلان سنين كتير. وفاد ما فكرش ان هو يرجع مصر ولا يستثمر حتى فيها اي استثمار. وثروته على فكره وصلت 2 مليار دولار. والفايد قدر يعمل كل ده في فتره مش كبيره، وكان يعتبر شبكة علاقات ماشية على الأرض. أي حاجة كانت صعبة ومستحيل تتعمل بعلاقاته كانت سهلة تتعمل. العلاقات على فكرة كانت مصدر قوة ليه أكتر من الفلوس نفسها. وده يعلمنا إن مهما كنت شاطر ومهما كان معاك لازم يبقى عندك علاقات قوية، عشان هتسهل لك حاجات كتيرة هتحتاجها فيما بعد. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وكان معكم حسن الخولي.